لسه بقى راجعه من الشغل زي ما انتم شايفين كده. شفت بقى ايه على التليفون بسرعه بسرعه؟ الشيف هيام عامله صينيه بطاطس باللحمه زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. عجبتني جدا وبتقول بربع كيلو، وانتوا عارفين ان انا بحب التوفير. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. بس ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي، دي حياتي وده شغلي. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين. معانا بقى ايه؟ ربع كيلو من اللحمه المفرومه، معانا بصلتين وقرن فلفل احمر وقرنين فلفل رومي، مش هنحط حراق عشان السبايسي شويه، ما عندناش فلفل حراق. هنقطع البصل وهننزله في الكبه بتاعتنا بالشكل ده كده. هنحط الفلفل بتاعنا، انا بحتفظ بالفلفل الاحمر والاصفر في الفريزر لو محتاجه في اي لحظه. معانا كوبايه من البرغل مغسوله مش منقوعه. هنطحن بقى ايه البصل والفلفل كويس لحد ما ينعموا معانا. هنضرب فيهم لحد ما ينعموا خالص. هنجيب بقى ايه الطبق بتاعنا وفيه مصفى هنصفيهم، هننزل ايه نصفيهم من الميه بتاعتهم كويس جدا، ومش هنرمي ميه البصل زي ما قالت الشيف هيام عشان هنستخدمها. وعصروا اهم شيء نزلي الميه كويس عشان ما يبقاش في الكفته في سوائل كتير عشان ما تفكش. هننزل بقى في الكبه بتاعتنا بالبرغل بتاعنا، وهننزل باللحمه المفرومه، وهننزل بالبصل اللي احنا ضربناه كويس. هنشغل بقى الكبه بتاعتنا ونضربهم كويس لحد ما ينعموا معانا خالص بالشكل اللي احنا شايفينه ده بقى. هنجيب بقى طبق بتاعنا هننزل فيه بالكفته بتاعتنا، وهننزل عليها بالتوابل. معانا معلقه كبيره من توابل الكفته، ومعانا معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره كزبره، معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره ملح. وهننزل ببيضه ومعلقه صغيره بيكنج باودر. هي حطت بيضتين، انا حطيت بيضه واحده، احنا عايزين نقلل التكلفه فبنحاول على قد ما نقدر. وكده كده احنا حاطين بيكنج باودر. هي حطت خضره، احنا ما حطيناش خضره لان ما كانش عندنا. هنشتغل بقى بايدينا نخلط التوابل بالبيض بالكفته كده مع بعض كويس، وهتلاقوني بدوس عليها جامد عشان تعمل معانا تنعم معانا بالشكل ده كده. انا بحب الشيف هيام جدا اصلا ومتابعاها، بحب اكلاتها جدا. شايفين بنفس الطريقه دي بالايد لو انت مش عايزه تحطيهم في الكبه تاني. خلصناهم بقى بالشكل ده كده. هنجيب بقى البطاطس، معانا كيلو الا ربع من البطاطس، هنقطعه حلقات عريضه مش رفيعه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا طبعا الدوريه دي كانت كبيره على البطاطس والبطاطس كانت صغيره شويه، فانا قطعت بايه بالاشكال بتاعه الكريم شانتيه بالشكل ده كده. انا عايزه ورق، بصوا بنفس الشكل ده كده. عملنا واحده التانية اهي برضو. البطاطس اللي احنا طلعناها دي مش هنرميها، هنستخدمها في حاجه تانية. احنا بنعمل التجربه ويعني هنشوف في كفته هتتبقى ولا لا. ما دوستيش اللايك؟ طب ما فعلتيش الجرس؟ خلصناهم بقى بالشكل ده كده. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا مقطعين فيها شرايح من البصل والفلفل والطماطم، ورشين عليها رشه بسيطه من الفلفل الاسود ورشه بسيطه من الملح. ودي ميه البصل اللي احنا كنا عاملينها. بنبل ايدينا في ميه البصل وناخد جزء من الكفته ونحطها بالشكل ده كده.
زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هنرص بقى ايه البطاطس بتاعتنا الحلقات في الصينيه بتاعتنا. هنعمل برضو كمان ما شاء الله اللهم بارك، يعني تسلم ايديها، دي فكره للعيد. شايفين خلصت معانا بقى الكميه كلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الشيف هيام حطت معجون طماطم وحطت عليه ميه وتوابل. لا احنا عملنا ضربنا طماطم في الخلاط فريش وحطينا عليها بس معلقه زيت كبيره عشان انا اقدر اكل منها، عشان انا عامله دايت. هندخلها بقى الفرن على درجه حراره 180. هتاخد بالظبط في الفرن نص ساعه. اول ما طلعت بعد نص ساعه شايفين الشكل ده ما شاء الله اللهم بارك. انا قدمتها مع برغل، مع فريك ولا ايه، كنت عامله فريك قدمتها معاه ما شاء الله اللهم بارك. اكل صحي بقى. ممكن تعملي جنبها رز ابيض، رز بشعريه، اللي انت عايزاه زي ما عملت الشيف هيام بالظبط. ما تنسوش بقى اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي. دي حياتي وده شغلي، بحبكم في الله.